التوقف عندها، فخلال دقائق قليلة فقط ظهرت مجموعة من الرموز التي أثارت الكثير من التساؤلات، رموز تتكرر باستخفية خلف هذه المشاهد. منذ اللحظة الأولى في الحفل تظهر الكرة الأرضية بأكملها موضوعة فوق هرم أزتيكي ضخم، وبحسب هذا التفسير فإن اختيار الهرم لم يكن عشوائيا، بل يرمز إلى تضحية عالمية يتم فيها وضع العالم فوق هذا البناء الرمزي. وبعد ذلك تظهر المغنية بيليندا وهي تشكل مثلثا بيديها أمام عينيها، وبالنسبة للكثيرين لا يحتاج هذا الرمز إلى شرح طويل، فالعين داخل المثلث تعتبر من أكثر الرموز ارتباطا بالإليميناتي في الثقافة الشعبية. وفي مشهد آخر يظهر لابوبو وهو يحمل الكأس الذهبية. في هذا التحليل يتم ربط هذا المشهد بزانية بابل أو المرأة القرمزية المذكورة في سفر الرؤيا، وسفر الرؤيا هو آخر أسفار الكتاب المقدس المسيحي، ويحتوي على العديد من النبوءات والرموز المرتبطة بأحداث آخر الزمان. ومن بين أشهر الشخصيات التي وردت فيها المرأة القرمزية التي توصف بأنها تحمل كأسا ذهبية، وهو ما يدفع أصحاب هذا التفسير إلى الربط بينها وبين المشهد الذي ظهر في حفل الافتتاح. الكأس هنا لا ينظر إليها على أنها مجرد جائزة رياضية، بل كرمز يحمل معنى مختلفا تماما. وفي الوقت نفسه تظهر شاكيرا إلى جانب بورنا بوي، وهنا يبدأ جزء آخر المرتبطة بالجمعيات السرية. ومولوخ هو اسم ينسب إلى إله قديم ذكر في بعض النصوص التاريخية والدينية القديمة، ويرتبط في الروايات التقليدية بطقوس تقديم القرابين البشرية وخاصة الأطفال، ولهذا السبب أصبح اسم مولوخ يستخدم كثيرا في نظريات المؤامرة عند الحديث عن التضحيات والطقوس السرية. وعندما يتم ربط هذا المشهد بكليبات المغنية بيليندا السابقة التي تضمنت ظهور البافوميت وأرضية الثنائية، يعتقد أصحاب هذا التحليل أن جميع هذه العناصر تنتمي إلى الرسالة نفسها. أما البافوميت هو رمز يصور على شكل كائن برأس ماعز وجسم بشري، ويربطه الكثير بالجمعيات السرية والشيطانية والرموز الغامضة. لكن هناك رمزا آخر لا يتحدث عنه الكثيرون، الجميع يركز على المثلث والعين، أما كرة القدم نفسها فنادرا ما يلتفت إليها أحد. إذا دققنا في تصميم الكرة سنجد أنها تتكون من أشكال سداسية متكررة تشبه خلية النحل، ووفق هذا التفسير فإن خلية النحل تمثل أحد الرموز المرتبطة بالماسونية. ليس هذا فقط، فالعالم بأكمله يظهر محاصرا داخل الكرة، وهو ما يراه أصحاب هذه النظرية رمزا لعقلية القاطع والنظام العالمي الجديد. وفي الأخير يعتقد البعض أن ما ظهر لم يكن مجرد سلسلة من المصادفات، بل مجموعة من الرموز التي تم تقديمها داخل عرض واحد أمام ملايين المشاهدين. وفي النهاية هذه أبرز الرموز والتفسيرات التي تم ربطها بحفل الافتتاح. هل كانت كل هذه المشاهد مجرد عناصر فنية عادية داخل عرض عالمي ضخم، أم أن ظهور هذه الرموز معا لم يكن مجرد صدفة؟ اكتب رأيك في التعليقات، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. سلام.